هنا طبعا Elizabeth set set up the circuit shown in the diagram. The current through the first ammeter I1 5 امبير، وعايز الفاليو بتاعت I توتال. ماشي، عايزين I توتال اللي هو طبعا اللي ماشي في الاميتر ده اللي خارج من الباتري. تمام، وعلى فكره لو كان في اميتر تحت الباتري هيبقى هو اي توتال برضه. تمام، فالمهم احنا عندنا اي توتال ده اتوزع على الار دي وال3 ار وال4 ار. طبعا اكبر حته في الاي توتال مشيت في الايه في الار دي، حته تانية هنا وحته تالتة هنا، وبعدين رجعوا اتجمعوا تاني. ايه الجيفن؟ بيقول لي اي 1 5 امبير، اي 1 5 امبير. هي انتوا بعد شويه هتلاقوا الحاجات دي تافهه قوي، بس عشان اول مره تقابلوا الافكار دي فيتهيأ أنا لكم ان حسبتها هي. يا مس. برافو عليكي. ازاي؟ هي عملت إن ال V equal IR، فال V كده كده ثابتة في كله، فهتبقى equal 5R. شاطره. يبقى هنا الفي بي اي توتال في ار توتال، او الفي بي ديت هي الفي هنا، الفي هنا في بي، والفي هنا في بي، والفي هنا في بي. يبقى اذا اي في فيهم ايكوال اي IR. الار اللي هو ماشي فيها. يبقى هنا اي 1 ماشي في ار بس، يبقى في بي ايكوال 5 ار. شلت الاي 1 وحطيت مكانها 5. طيب ما هو ده البي ده هو اللي موجود على اي 2 هو اللي موجود على اي 3. I3. بالظبط. يبقى انا وبعد اقدر كده اقول ال I equal V over R، وال R هنا توصيلهم كلهم parallel، فحسبتها تطلع 12 over 19R. فهنعمل ال 5R over 12 over 19R، هتطلع لنا 7.9 أمبير. تمام يا مريم، ممتاز. ال V2 equal I2 times 3R. طب ما هو ال V2 هو VB، يعني يعني هو 5R، يعني ممكن اقول 5R equal I2 times 3R. اطير R مع R يبقى I2 equal 5 over 3. السلام عليكم. معلش بس أنا عليكم السلام ورحمة اتأخرت، الله. كان عندي شوية حاجة في النت. ازيك يا حسن؟ الحمد لله. بس دي ده احنا بنحل أنا الندوة. لسه بنحل في الأخير. اه تمام. ال V3 equal I3 times 4R. طيب ما هو ال V3 هي VB، تمام. هي 5R. يبقى 5R equal I3 times 4R. هطير R مع R يبقى لي I3 equal 5 over 4. تمام، يعني 1.25. وهنا I2 ديت 1.2 على 3، يعني 2 على 3 يعني 0.6 1.67. 67. اه تمام. 100 100 يا مدي. طيب هو عايز اي توتال فهنعمل لهم بلس، هو بلس أنا أصلا كله. يعتبر حسبت الأي توتال من قبل ما أجيب واحدة واحدة كده. انت عملتي بقى، انت حسبتي الار توتال وضربتيها في وضربتيها في ايه؟ وعملت ال V over ال R بقى توتال. اه تمام، ماشي، اوكي. مستر، هو انا حسبتها ان احنا عملنا inverse relation من الاول ما بين الاي والار وعملتها ماشي، ratios. صح كده ولا لا؟ طبعا صح. 100 100. والاي عكس الار عشان هما inversely proportional. بالظبط. ايوه بالظبط. والفي كونستنت. خلاص، الفي هنا ايكوال في هنا ايكوال في هنا، يبقى الاي ار هنا ايكوال اي ار هنا ايكوال اي ار هنا. هي عملت كده، هي عملت 5 5 ار
اللي هو ال V على ال I1 على اول resistance equal 3R times I2 equal 4R times I3 صح؟ ايوه. وبعدين عملتهم ريشيوز بس بقى، يعني جبت الاي من هنا ريشيوز والباقي من هنا. اه نجيب I2 I3 ايوه احنا عملنا كده بس فصلناها يعني. تمام. question 10 بيقول لي Emma sets up the circuit shown in the diagram. each resistor هو كله ماشي has resistance of 10 ohm، كل واحدة فيهم 10 ohm. The value of I2 is initially 3 ampere. What is the value of I total؟ ماشي كل resistance 10 ampere I2 3 ampere. يا مستر كل الموضوع اللي هي السويتش اللي بيبقى اوبن وكلوز ده بيلخبطني خالص يعني. طب كريم بيحل معايا كده. تمام. هو بيقول لك كل resistance معلش كل resistance 10 ohm و I2 3 ampere. 10 و10 و10 و I2 ده 3 ampere. قصة potential difference برضه. عندك الباتري دي تمام، الحتة دي كلها كل الأسلاك الفاضية دي كلها لو مستر لو S1 مقفولة مش هتدخل أصلا. لو اس 1 مقفولة مش لا هتدخل أصلا. لو مفتوحة اه كده ده يبقى مش مفتوح هتدخل، هتنزل على طول. طبعا. هنا ايه اللي حاصل بقى؟ اس 1 ده مفتوح فالكرنت مش هيدخل أصلا في الجزء ده، صح يا كارين ولا ايه؟ تمام. طب ليه؟ عشان يعني هتبقى اوبن، فالمفروض تبقى هتبقى closed. اوبن لو في كرنت دخل كده وتوزع كده وكده مثلا. هيقع في نفس تمام البوينت. هيجي كده وهيجي كده وبعدين هيخرج هنا فين بقى؟ ملوش خروج هنا. اذا هو ملوش دخول اصلا، ما يدخلش بقى من الاول. لان ده غير منطقي كده. كرنت مش هيكمل، فما بيدخلش في السكه اللي مش هيكمل فيها. ايوه يا يوسف. هو مستر معلش عندي سؤال. طب في حالة لو الاس 1 دي قفلت واضطر يعدي، هينزل تحت مش هيعدي على التن صح؟ عشان هتبقى شورت سيركت. مش هينزل تحت. ما هو تحت كده مفيش كده ريزيست. كلنا بنكمل فوق. احنا اتفقنا ان مبدأ كده ان الكرنت doesn't come back صح؟ يعني لو الكرنت جاي من هنا كده مش هينزل لا ما تحت بقى قصديش خلاص. لا انا قصدي قبل اصلا ما يخش على التن. يعني هو نازل كده من الباتري تمام، هيخش اه كده وينزل تحت بقى. لا ما هو في هنا ريزيستنس وفي هنا ريزيستنس. الاتنين هو واحد يعني. هيمشي في الطريقين. ما دام في ريزيستنس في الطريقين هيمشي منهم. ماشي. الشورت تمام. سيركت كنا بنقول عليها ان هو هيمشي منها هي بس امتى؟ في حالة لو هي فاضية تماما. اه لو هو قدامه طريقين تمام، طريق منهم فاضي خالص زي ده كده، وطريق منهم فيه ريزيستنس حتى لو صغيره كده مثلا، فهو كله هيمشي من هنا. طب بص بقى يا يوسف، م. لو ريزيستنس هنا في ريزيستنس هنا كده في ريزيستنس هنا كده، هل هيمشي كله من فوق ولا هيتفرق؟ بدل غير بعض يتفرق. ما دام الطريقين فيهم ريزيستنس هيتفرق. عايز بس موضوع سواق القطر ده عايزه يعلق معاكم تمام، علشان ده هيفكرني. انا دلوقتي عندي لازم كده نتخيل الاكزامبل ده، ان انت سواق قطر وقدامك اوبشن انك تقسم العربيات بتاعتك تمام، وجيت في طريق، الطريق دوت في عند نقطة فيها طريقين فيها تفريعة تمام، واحد واثنين. الواحد واثنين ليهم نفس النهاية، يعني الطريقين دول في الآخر هيودوني على نقطة تانية وهكمل كده. ماشي. ايه القوانين بتاعتك انت كدرايفر هنا؟ انت ايه القوانين بتاعتك؟
القوانين بتاعتك ان انت لو عرفت ان في طريق فاضي تماما ساعتها تقدر تمشي القطر كله من الطريق الفاضي تماما. لكن لو في طريق في مطب واحد وفي طريق فيه 50,000 مطب يجب عليك ان انت تفرق الايه؟ تفرق العربيات. دي القوانين اللي انت ماشي بيها. ما دام الطريقين فيهم مطبات لازم حته تروح هنا وحته تروح هنا. بس طبعا العربيات الاكتر هتمشي فين؟ في الطريق اللي فيه مطبات اقل. يعني اقصد هنا الكرنت الاكبر هيمشي في الايه؟ في الطريق اللي فيه مطب واحد، والكرنت الاصغر هيمشي في الطريق اللي فيه مطبات كتير. بس هما اتفرقوا برضه، يعني التوتال كرنت اتفرق لتو كرنت. ولكن شورت سيركت يبقى خلاص ده كده ايه؟ كارت اخضر انك تعدي كل عربياتك من الطريق اللي فيه شورت سيركت. طب يلا يا كارين، هو كان بيقول ايه بقى؟ هو عايز ايه اصلا؟ هو عايز الفاليو حضرتك بتاعت اي توتال. حضرتك كنت بتشرح السويتش امس. اه ماشي. طيب هو بيقول the value of I2 كانت 3 امبير. what is the value of I total؟ هنا طبعا مش هيمشي هنا خالص، فهيمشي ايه؟ I2 3 امبير. مم. مش I2 ايوه ده هو بالظبط. الاي توتال؟ مفيش اي تاني. صح يا كريم. ما هو هنا كده في كرنت خرج من هنا ما نعرفوش، تمام، وبعدين مشي كله تحت، لان مش هيمشي في الجزء اللي ايه؟ اللي اللي فيه تحت. اوبن سويتش. مش هيمشي في الجزء اللي في النص، فهيمشي كله في الجزء اللي تحت. هو بيقول لك اللي تحت ده اسمه اي 2 ده 3 امبير، يبقى اللي جاي من فوق ده هو مين؟ 3 برضه. هو ال 3 امبير كلهم. لو سويتش 1 كلوزد وات هابن تو اي 2؟ ايه رايك؟ تعالي نمسح كده. لو قفلنا سويتش 1 ايه اللي هيحصل للكرنت مين؟ اي 2. هي لما هنقفلها هتبقى هنحسب ال10 وال10 ريزيست تبقى اديني 5. كام؟ 5. 5. ماشي. وبعدين وبعد كده هنعملها مع ال10 اللي تحت. طيب بصوا يا ولاد، مسائل اومز لو الحاجات دي تمام قائمه على فكره البوتنشال ديفرنس بتاع الباتري. البوتنشال ديفرنس بتاع الباتري بيتغير ولا لا يا كريم؟ لا. طيب لو انا علمت السلك ده كده الازرق، كل دول ازرقات كده، تمام، كل ده ازرق، حطي اي رقم للباتري. الباتري تيجي نحط لها 12 فولت مثلا، يبقى تمام ده يبقى بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 6. تمام. الناحيه الثانيه نيجاتيف 6. طيب بص يا كريم قبل ما نقفل السويتش 1 ده او بعد ما نقفل سويتش 1 البوتنشال ديفرنس ما بين او على الريزيستنس دي كام؟ 12. شاطر. تمام. طب انت كنت عارفه ان الاي 2 ده كان 3 امبير صح؟ اه الار هو على هنجيبها. فكره كده احنا ممكن نقول الباتري، هقول لك كام بالظبط. الباتري 30 فولت. 30 فولت خلاص. فيبقى انا بوزيتيف 15 ونيجاتيف 15. خلاص. يبقى هنا الفي هنا كام؟ تبقى 30. 30. طيب والريزيستنس دي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ لا مش هتبقى. ما اتغيرتش. الريزيستنس ما بتتغيرش، تمام، هتفضل 10 طول عمرها، تمام. ان دي مش ريوستات. طيب لو انت عايزه الكرنت اللي معدي هنا تجيبيه ازاي؟ انهي قرن؟ اللي هو اي 2 ده. مش اي 2 ده هيعدي في هو الريزيستنس ده ده؟ بس ايه، احنا في معانا اوفر
مم. تبقى 10 over 30 over 10 تبقى 1 30 over over 10 تبقى 3. 3 سوري. تمام، يبقى I2 ما اتغيرش doesn't change. تمام.